السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر خالد في حلقة جديدة من حلقات جراماتيك البي ايلتس. في ناس كتير جدا بتشوف الكلمة اللي قدامكم دي وما بتعرفش أصلها ايه، بس هي في الحقيقة ده مدخل لقاعدة مهمة جدا من قواعد اللغة الألمانية. يعني ايه انس؟ انس لو دورنا عليها كده نقول لها تعالي يا انس، انت اصلك ايه؟ اصلك ايه؟ انا اصلي ان زائد دس. طب وليه بقيتي انس؟ ليه بقيتي انس وجننتيني في حياتي؟ واقعد اعرف انت اصلك ايه، محدش راضي يجاوب. طيب انس دي اصلها ايه؟ اصلها اندس. طب وليه بقت انس؟ ده اختصار من الاختصارات اللي موجودة في اللغة الألمانية. طب وليه ما بقتش ان ديم ولا ان دس ولا ان دي ولا ان دين؟ لا، عشان ان لما تيجي مع فعل الحركة اللي هو جيهم معناه يذهب او اي فعل مشابه ليه، على طول ان دي بتعمل حالة اعرابية اسمها الاكوزاتيف، وده اختصار ان دس لايه؟ لانس. يعني دس بتبقى دس بعد ان على طول. دس بتبقى دس بعد ان على طول وتختصر لانس. الله. وبسمي الحالة دي اسمها ايه؟ الحالة دي اسمها الاكوزاتيف. طيب يعني ايه بقى فعل حركة؟ حركة بالألماني يعني بيفيجونج. يعني بيفيجونج. الله، ده ايه ده؟ انا اول مرة اشوف كلمة دمها خفيف كده. بيفيجونج يعني حركة. طيب يعني ايه حركة؟ يعني انتقال من مكان الى مكان. طيب لو انا رحت النادي من المطعم يبقى انا انتقلت، ذهبت، يعني يبقى على طول الفعل ده حركة. الفعل ده ايه؟ حركة. رحت من غشطوة للكلوب اللي هو النادي، يبقى على طول هتطبق حالة إعرابية اسمها الأكوزاتيف. ودي تتحفظ زي اسمك واسم بابا واسم المكان اللي انت جاي منه بالظبط. يعني ايه الأكوزاتيف؟ اللي هي حالة النصب. حالة النصب اللي هي الأكوزاتيف. والأكوزاتيف الأدوات بتتغير. يعني ايه بتتغير؟ يعني بتتحول. إذا كانت دير لتبقى دين، وبقية الأدوات زي ما هي. زي ما هي، أيوة، زي ما زي ما هي. يعني المعرفة بتبقى دين داس دي. طب النكرة يا خالد؟ أينن، أين، أينه. مفيش أداة نكرة للجمع. طب والملكية بوسيب برونومن؟ ماينن، ماين، ماينه، ماينه. تعالوا نشوف الأمثلة. دي أمثلة لكلمة إنس أو حرف الجر إنس مدمج في داس. Wir gehen in Konzerte, Museen, ins Kino. Wir gehen in Konzerte, Museen, ins Kino. نذهب إلى الحفلات الموسيقية والمتاحف والسينما. Willst du ins Kino gehen oder zu Hause bleiben؟ هتروح معايا السينما ولا تقعد في البيت؟ Willst du ins Kino gehen oder zu Hause bleiben؟ Jetzt kann sie ins Kino gehen. دلوقتي هي ممكن تروح السينما. Jetzt kann sie ins Kino gehen. Ja, ich werde ins Kino gehen und dann zurück in die Wohnung. هروح السينما وبعد كده اروح الشقة بتاعتي. Ja, ich werde ins Kino gehen und dann zurück in die Wohnung. Sie ist mit Klaus ins Kino gegangen. Sie ist mit Klaus ins Kino. واضح هنا ان gegangen ده اللي هو تصريف فيرب جيهن في البيرفكت بقى gegangen كله حركة. كله حركة. يبقى عرفنا اندس اصلها عرفنا انس اصلها اندس، وبتعمل ان اكوزاتيف مع فعل الحركة. طيب الفيديو الجاي هنشوف بقى ان لو جات مع فعل السكون. متنسوش يا جماعة التفاعل، وتبصوا على فيديو 401 و402 و403. استفادوا كتير جدا جدا جدا. متنسوش لايك وشير وتفاعل او دعوة حلوة. كان معاكم خالد النجار. بيست سوم نيكست مال. تشوس.